السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، وحشتوني كتير اوي. ايه رأيكم في الفيديو اللي فات؟ عجبكم؟ يا رب يكون الفيديو عجبكم والفيديو ده احلى من اللي فات. يا رب الفيديوهات والاداء بتكون عجبتكم. ايه رأيكم في الفطار بتاعنا الجميل ده؟ ايه رأيكم فيه؟ فطار سهل وبسيط ولذيذ وخفيف علينا. تعالوا نشوف الفطار الحلو ده احنا حضرناه ازاي. طبعا يا جماعة حبيبة ساعدتني فيه وشاركتني في الفيديو بتاع النهاردة وفي الفطار بتاعنا، وهي اللي طلبت ان هي ايه عايزة الاكلة دي. فتعالوا نشوف عملنا ايه. نسمي بالله كده ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونذكر الله كده. وما ننساش طبعا ندعي لابويا ولاخواتي بالرحمة، ربنا يرحم الكل ويرحمهم جميعا. ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، وربنا يوعدنا كده بزيارة الكعبة. قولوا امين يا رب. قولوا امين يا جماعة. استناكوا تقولوا امين. آمين يا رب. طبعا حبيبة بقى بشرت الجزراية. أول حاجة هي مش بشرتها بس يا جماعة، هي قشرتها بالقشرة الأول، بعد من كده بشرتها، بعد من كده بشرت الخيارة، جابت الطماطم، قطعت الحتة اللي فوق طبعا زي ما انتوا شايفين كده، وعملت طبق السلطة الجميل ده. بقى حتة خيارة قطعتها زي ما انتوا شايفين بالطريقة ديت، قطعتها. طبعا الطبقين اللي هي وسختهم فغسلتهم وراها، محبتش تسيب حاجة وسخة وراها. ده طبقًا اللي كان فيه الخيار، والقشّارة غسلتها ونضّفت الحتّة مكانها، شطّفت الحلة طبعًا اللي هنسلق فيها المكرونة. هي كانت نضيفة وحلوة وكل حاجة، بس هي صمّمت إن هي تشطّفها تاني، قالت لي: "عشان تبقى حلوة يا ماما." فسِبتها طبعًا براحتها وتعمل اللي هي عايزاه. يعني النضافة حلوة طبعًا، وتعليم ولادنا مش وِحِش يا جماعة، تعليم ولادنا حلو أوي، وبالذات إن إحنا بنشجّعهم إن هُم يبقوا معانا على طول ويحبّوا المطبخ. ويخشوا المطبخ على طول ويقولوا لي إيه رأيكم في الفيديو. يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم النهاردة. وطبعًا فطارنا فطار خفيف ولذيذ. طبعًا زهقنا بقى من اللحوم والكلام ده كله، فقلنا نعمل تغيير. هي طبعًا حطت الحلة على النار، حطت شوية زيت صغيرين، حطت شوية ملح، سابت المَيّة لمّا تغلي، جابت بقى الخضار بتنضفه، وقطعت الراس بتاعة الجرجير، نضفته وغسلته غسيل حلو، وبتنفضه طبعًا من المَيّة كده. المَيّة سخنت معانا غلت خلاص تمامًا، فضّت بقى المكرونة بتاعتنا. أنا كنت عاملة كيس كده كيلو، لأ مش كيلو، يعني نُص كيلو كده، وكان عندي شوية كمان حطيتهم. على قدنا طبعًا، لإن طبعًا التقالي والمكرونات والحاجات دي بتفضل كتير أوي. كل أكلنا كله عيش يا جماعة، فإحنا حبينا نعمل حاجة بسيطة كده ما نكترش برضه. طبعًا حبيبة بعد من كده بقى خلعت يا جماعة مشت. قالت لي بقى أنا هامشي يا ماما. قُلت لها ماشي مش مشكلة. هي كتر خيرها لحد كده يا جماعة. أنا كان عندي الصلصة بتاعة المكرونة كانت جاهزة عندي في التلاجة. جبت المكرونة بعد ما استوت تمامًا، غسلتها غسيل كويس جدًا، حطيت عليها فص توم. بعد ما أنا غسلتها قبل ما أحطها في الصلصة بتاعتي حطيت عليها فص توم، شوية فلفل أسمر، شوية كمون، وقلبيهم فيها كويس جدًا قبل ما تحطيهم في الصلصة. وبعد من كده ضيفي المكرونة بتاعتك في الصلصة، وحطيها طبعًا على النار، على نار هادية، على نار هادية خالص، سيبيها ترد مع نفسها. وبعد من كده ابقي افتحي عليها قلبيها شوية. طبعًا قُلت عقبال ما البطاطس بتاعتي تحمر أعمل لهم صينية كنافة. طبعًا أنتم عارفين الكنافة بتتعمل إزاي يا جماعة. بس أنا حبيت إن أنتم تشاركوني في الفيديو برضه كامل، قُلت أعمل لهم تغيير. عملت لهم بقى صينية الكنافة بالقشطة الكدابة زي ما هُم بيقولوا. هي إيه القشطة الكدابة؟ كانت مهلبية، بس كان فيها كاستر، وكانت خفيفة جدًا ما كانتش تقيلة ولا حاجة، عشان خاطر هي تربط معايا برضه، وتبقى خفيفة ما تبقاش متكلتمة في بعضها كده في قلب الكنافة بتاعتي. الكنافة أنا بافرُكها كويس جدًا، لازمًا تفُك كويس جدًا وما يبقاش فيها حتت مكلكعة خالص، تفُك من بعضها. بعد ما بتفُك باضيف معاها شوية سُكّر بس صغيّرين، على فكرة السُكّر بيخلّيها حلوة أوي. الكنافة يا جماعة إحنا عارفين إن لها كام طريقة وكام تحضير لها، بس دي تحضيرة عادية خالص. أنا باحب إن أنا أجيب السمنة وأرُشّها على الكنافة، ما باحبش أدعكها كده بصراحة يا جماعة، بس أنا المرّة دي حبيت إن أنا أعملها وأفرُكها كده. بعد من كده بقى باجيب الصينية بتاعتي باحط فيها شوية سمنة برضه من أرضيتها. بعد من كده طبعًا باضيف طبقة الكنافة من تحت، باخلّيها تخينة شوية عن الطبقة اللي فوق. باضيف بقى المهلبية بتاعتي أو الكريمة الكدابة بتاعتي.
واسيبها بقى شوية، وبعد من كده اضيف الطبقة الفوقانية وتحطيها بقى في الفرن وكلي احلى كنافة بإذن الله. هتطلع معاكي جميلة جدا وحلوة ومظبوطة، وهتدعولي يا جماعة والله. ما تنسوش بقى تقولولي ايه رأيكم في طريقة الكنافة، وايه رأيكم في الفطار بتاعنا بتاع النهاردة. يا رب يكون عجبكم طبعا. ما تنسوش تصلوا على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام. وان شاء الله الفيديوهات تكون بتعجبكم. انا طبعا زي ما قلت لكم قبل كده انا بتعب فيها كويس جدا والله، بتعب جامد. فياريت تشجعوني وتقولوا لي ايه رايكم. هي دي طبعا القشطه الكدابه بتاعتنا اللي هي الكاستر او المهلبيه يا جماعه. بضيفها اهيت، وبعد من كده بفركها بالمعلقه يعني عليها عشان تتحط على الكنافه كلها. يعني طبعا انت بتحطيها وهي نازله من على البوتاجاز، ما بتحطهاش وهي بارده، لان طبعا لما بتبرد معاكي وتيجي تضيفيها على الكنافه بتلاقيها كلكعت معاكي وما بتبقاش حلو. فانت ضيفيها عادي مفيش اي مشكله، سيبيها تهدى حاجه بسيطه وضيفيها بقى على الكنافه بتاعتك. حابه ترشي بقى شويه مكسرات عليها، عايزه تكتري القشطه بتاعتك في الكنافه، ده حسب رغبتك انتي وحسب راحتك انت طبعا. انا بقى ضفتها كده وفردتها، بس انا بقول لكم انا بحب اكل الكنافه وهي سخنه يا جماعه، بتبقى لها طعم تاني، لان لما بتبرد ما بتبقاش حلوه بصراحه. انا بحب اكلها وهي سخنه كده. كده خلاص اتفردت معايا، بتسيبيها بقى 5 دقايق كده او حاجه لحد ما تتماسك تماما في قلب مع الكنافه. كده بقى ترشي بقى الطبقه بتاعتك بقى الفوقانيه ديت. انا برشها طبقه بسيطه جدا مش تقيله ولا حاجه. بفردها كويس جدا وبطبطب عليها كده، ايوه بطبطب عليها يعني بطب عليها كده، ايوه بطب برضو. المهم يا جماعه بضغط عليها بايدي، بضغط جامد بايدي وبفردها تماما عشان الكنافه تتفرد معايا وتبقى حلوه وتبقى جميله معايا. وهي كده طريقه الكنافه سهله وبسيطه. الشربات بتاعك بيكون جاهز. طبعا شربتها بيبقى تقيل يا جماعة. كوبايتين سكر، كوباية مية او كوباية ونص مية على كوبايتين سكر، وعصري ليمونة. ولو حابة تحطي باكو فانيليا عشان يديكي ريحة بعد ما الشربات يستوي معاكي مفيش اي مانع لما تلاقيه تقيل معاكي خالص. طبعا الشربات بتاعك بارد والكنافة بتاعتك بتبقى سخنة وطالعة من الفرن. بتسقي الكنافة بتاعتك وتسيبيها. بسم الله ما شاء الله يا جماعة، بتاكلي احلى كنافة والله. ما تنسوش بقى تقولوا لي ايه رايكم في الكنافه بتاعتنا القمر دي. نرجع بقى ايه لتحضير الفطار. خلصنا بقى الكنافه بتاعتنا وهنحطها بقى على جنب وهنولع الفرن ونحطها في الفرن تحمر وتستوي براحتها وكده تمام. كان عندي طبعا ده بواقي الاكل بتاعي اللي في الفريزر. يعني انا كنت كل فتره اطلع واقلي واعمل منهم، طبعا انا عملتهم معاكم قبل كده. ده طبعا البواقي بتاعتي، فانا طبعا يعني مش هنبخل على العيال، الولاد صايمين. طلعت بقى البواقي بتاعتي اللي في الفريزر. البانيه طبعا هو متماسك معايا تماما اهو، طلعته قليته. كان لسه باقي عندي 2 بانيه. وطلعت الكوبيبه بتاعتي حمرتها برضو، كان لسه باقي عندي 3. طبعا جيت على السمبوسه بتاعتي، انا كنت طبعا محضراها معاكم، طلعتها عشان اقليها معاكم برضو عشان اجهز الفطار بتاعي. يا رب الفطار بتاع النهاردة يكون عجبكم وتقولوا لي ايه رأيكم فيه. حمرنا بقى الطبق البطاطس الجميل ده، طلعنا بقى الكفتة بتاعتنا، طلعنا البانيه. انا بحب احمر الحاجة قوي يا جماعة والله، يعني انا مبحبش اسيب الحاجة بيضة كده. انتوا طبعا بتهيألكوا ان هو محروق، بس والله ما اتحرقتش ولا حاجة، انا بحبها كده. انا بحب الحاجة تكون محمرية زيادة، احس ان هي حلوة بجد يعني طعمها حلو، ما هياش محروقة ولا حاجة. يمكن بتهيألكوا في الكاميرا ان هي محروقة. انا طبعا بشتغل اي حاجة في الزيت. شفتوا بقى اللي كان في الزيت ده انا بشتغله. انا بحب العليقة ديت او المصفى ديت اللي هي بجيب بيها البطاطس، بجيب بيها اي حاجة من اللي الزيت. عايزة اقول لكم ان هي حلوة جدا عملية جدا. بعد من كده ما بتحمري اي حاجة في الطاسة بتاعتك وعايزة تنضفي الزيت بتنضفيها بها وبتشتري اي حاجة فيها. شفتوا بقى الجمال؟ شوفوا بقى مفيش حاجة محروقة ولا حاجة يا جماعة والله، يمكن هي الإضاءة بس اللي عكسة معايا، بس كان حلو.
طبعا البيض بتاعنا المدحرج اللي بيجري في الطاسة ده انا برضو حبيت احمره للولاد عشان يحبوا ياكلوه. وهو ده كان فطارنا النهارده. قولولي ايه رأيكم في فكرة الفطار بتاعتنا بتاعت النهارده. طبعا احنا بنحتار كل يوم هنجهز فطار ايه وهنعمل فطار ايه، فمش هنحتار ولا نزهق. فضيت بقى السلطة بتاعتي، عملت لها فص ثوم، شوية كمون، شوية كزبرة، معلقة خل، عصرة ليمونة، شوية الدقة بتوعك وتضيفيهم مع السلطة بتاعتك. طبعا لو عايزة تحطي بصل، عايزة تحطي اي حاجة على السلطة بتاعتك الخضرة دي. عايزة اقول لكم بالثوم والخل والليمون والخلطة اللي انت بتعمليها دي ما شاء الله بتبقى طعمها جميل جدا، بتاكلي احلى طبق سلطة والله ما تزهقي منه. ايه رأيكم بقى في الوصفة بتاعت النهاردة دي يا جماعة؟ قولولي ايه رأيكم في الغدا ده. يا رب الفطار هو معلق معايا غدا، لان طبعا احنا متعودين على الغدا يا جماعة على طول. عايزة اقول لكم ان احنا كلنا وشبعنا وكانت احلى فطار لنا بالنسبة. يعني مش لازم كل يوم لحمة كل يوم فراخ، لا يا جماعة غيرنا مش لاقي، والله غيرنا ما هو لاقي الكلام ده كله. فربنا يقدرنا طبعا، فاحنا نحمد ربنا على اللي احنا فيه ونقول الحمد لله. ودي طبعا وصفة جميلة وفكرة فطار جميلة. يعني يا جماعة اللي عايز يعملها يتوكل على الله ويجهز فطاره، ما تغلبوش في الفطار. كل يوم فكرة جديدة وكل يوم طريقة جديدة للفطار. طبعا الشربات انتوا شايفينه ان هو غامق، بس عايزة اقول لكم ان ده سكر تموين. السكر بتاع التموين بيبقى غامق معانا طبعا، واحنا عارفين ان هو السكر الاحمر ده بيبقى غامق كده. دي طبعا كانت صينية الكنافة بتاعتنا العسل ديت، كانت ريحتها حلوة قوي وكانت جميلة قوي. قولولي بقى ايه رأيكم، اتفضلوا معانا يا جماعة بألف هنا وشفا. متنسوش تحطوا لنا لايكات كتير وتقولوا لنا ايه رأيكم في الفيديوهات. يا رب الفيديوهات تكون عجبتكم، وتقولوا لي يا جماعة في التعليقات. ما تنسوش طبعا انا هستناكم تكتبوا لي وتقولوا لي ايه رأيكم. انا طبعا بهز الصينيه عشان الشربات بتاعي ينزل. طبعا ما نسيناش اهم حاجه عندنا، اهم حاجه كوبايه الشاي اللي بعد الفطار. الفطار الجميل ده محتاج كوبايه شاي مظبوطه تظبط دماغنا طبعا بعد الفطار العسل ده. حطيت بقى معلقه شاي، انا بحب اتقل الشاي يا جماعه، وبحب احط السكر في قلب الشاي واسيبه. طبعا احنا ساعه فطار كمان اهو. بحطه بقى على النار وبهدي النار تماما لحد ما نفطر، بقوم بقى اصب الشاي بتاعي وكده خلاص يا جماعة. قولولي ايه رأيكم في الفطار. يا رب يكون عجبكم، يعني حاجة بسيطة. وهو ده فطارنا يا اخواتي بتاع النهاردة. سلطة، بطاطس محمرة، بيض محمر، بواقي التلاجة عندنا يا جماعة. قولولي ايه رأيكم في الفطار النهاردة. انا عارفة ان محدش هيعبرني ولا يعمل لي لايك. كل سنة وانتوا طيبين.